السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة. اليوم بغيت نشارك معكم الزعلوك. بصراحة كنت كنديرو بطريقة أخرى، هي أنني كنت كنشوي الفلفلة ونشوي الدنجال ونديرهم مع مطيشة. ولكن مؤخرا واحد السيدة عطاتني واحد الطريقة، الله يخلي لها صحتها، عطاتني واحد الطريقة وجربتها وصراحة جا رائع، فلهذا ما بخلتش عليكم وبغيت نشارك معكم الوصفة. نتمنى أنكم تجربوها وأنها تعجبكم. بالنسبه للزعلوك كلشي عارفو، فيه الدنجال، فيه الفلفله مطيشه، الربيع، عندنا هنايا شويه الملحه، التحميره اولا البابريكا، الخرقوم كركم والكمون والثومه. الطريقه باش مختلف هذا الزعلوك على الزعلوك الاخر هو ان هذا غادي يفور، هذا غادي نحط الدنجال مع الفلفله مع الثومه، غادي نديرهم يفوروا حتى يفوروا مزيان، حتى يطيب مزيان في التفوار، يشبع التفوار مزيان. عاد غنحيدهم، غنشد الثومه غادي غير نمعسها، غتخرج من القشره ديالها. هذه حتى بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش المذاق ديال الثومه يكون قاصح بزاف في الزعلوك، هذه ما كيجيش قاصح بزاف المذاق ديالها لانها كتكون تبخرات، دونك كتبخر كيمشي من هذاك الجهد القاصح ديال الثومه. المهم انا غادي ندير دابا هاد الخضره ديالي نديرها تفور، مطيشه بلاش، غادي نفور غير هاد الجوج مع الثومه حتى يفوروا ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. السلام عليكم من جديد. كيف كتلاحظوا معايا قطعت المطيشه ديالي، غندير واحد شويه ديال الزويته، بغيتو بلديه بغيتو روميه اللي بغيتو، غير كان زيت البلديه ضروريه فيها، ضروريه نديرو زيت البلديه في الزعلوك ديالنا. انا درت هنايا شويه ديال الزيت الروميه، من بعد غنزيد شويه البلديه. غادي نرمي المطيشه ديالي قطعتها، قشرتها وقطعتها رقيقه، غادي نديرها واحد شويه تقلى، واحد شويه المهم حتى تطلق داك الماء ديالها مزيان. هاد المرحله ما كنديرهاش حتى كيكون عندي سميتو ديالي قريب يطيب، هادشي اللي غادي درتو كيتفور كيكون قريب يطيب، وخصو ماشي يطيب ويني خصو يهرى واحد شويه، يرطب يولي شويه رطيط. لا الدنجال ولا الفلفله خصكم غير تقيسوه بحال هكا تلقاوه شي شويه رطيط. انا بالنسبه ليا مازال ما استواش مزيان، مازال ما طابش مزيان، غنقلي هادي ونتلاقاو من بعد. كيف كتلاحظوا الدنجال ديالي والفلفله ديالي ها هو من بعد ما نفور كيولي رطب كيف هكذا، نتوما كتشوفوا خصو يكون بحال هكذا، يكون شي شويه رطيط. الدنجال حتى هو كيولي حتى هو رطب. دابا غادي نحاول نفتحوهم، نحيد الزريعه ديالهم، نحيد هاد الاخر، هادي غادي غير نمعسوها راه حتى هي رطابت. بالنسبه للمطيشه ديالي ها هي كتقلى، نخليها تقلى بلاتي شويه، عاد نزيد عليها من بعد ما نقيهم، عاد نزيدهم عليها. لاحظوا قطعنا الاولانيه، غنحاولوا نقطعوا دابا الدنجال، نحاولوا نحيدوا ليه هذا الراس ديالو. اللي بغى يقشرو ممكن انه يقشرو، غير بالحق اللي بغى يقشرو خصو يخليه يطيب اكثر من هكا، لان دابا هكا انا ما غاديش يتقشر ليا، وانا غادي نحاول نستعمل القشره ديالو. كما العاده قلت لكم يتقطع شي شويه رقيق، اولا اللي بغى يقشرو من الاول بحال هكا، تخليه بحال هكا وتبداي تقشري فيه. فوالا هكا. ملي خديت معاه بزاف بحال هكا.
كيف كتلاحظوا معايا المطيشه ديالي هي مقطعه، الدنجال، الفلفله، كلشي قطعته. باقي دابا غير شويه ديال الثومه. كيف كتلاحظوا هانتوما غير كتمعسوها كتجي خارجه. حيدوا القلب ديالها بيان سور، عندنا غرض به، غادي غير يمرر لنا حتى ريحتها ما قاصحاش بزاف، حتى ريحتها زوينه. هذه ما غاديش تقطع عليه، نحاولوا غير نمعسوها واحد شويه هكا، كتمعس في ساعه. دونك غادي نقلي واحد شويه هادو حتى يتقلاو، من بعد ونعاود ندير لهم العطريه ونخليهم يزيدوا، ونتلاقاو من بعد اكيد. الزعلوك ديالي هو هذا، كنحاول نمعسو واحد شويه بالفرشات باش يزيد يطرى مزيان. انا غنضيف العطريه ديالي، نحاول نخلطوا هاد العناصر مزيان، نردوا هاد زيت الطيب. اون فوا نحس بها بلي صافي طايبه مزيان او لا بون هذاك هو قياسها، غادي ندوق الملحه ديالها وغنضيف لها زيت الزيتون من الفوق، ضروري زيت الزيتون، ونخلطها. اذا ضفت واحد شويه ديال المطيشه د الحك، نسيت ما ذكرتوش مع المقادير، وغنرجعها تكمل الطياب ديالها. هذه هي الزعلوك ديالنا، نتمنى انكم تجربوها وانها تنال الاعجاب ديالكم. صراحه انا بعدا استبدلت ديك الاولانيه اللي كنت كندير اللي كتكون مشويه بهاد الاخرى، باسكو حتى صحيا هذه احسن. نتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي كومونتير ديالكم اللي عجبتكم بيان سور، وما تنساوش تابوناو معايا في لاشين وديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع احبابكم باش تشاركوا معاهم الوصفه، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. يلا، السلام عليكم.